شلون احضر لعبة ريال او برشلونة اللي راح تصير بالسعودية وازور 3 مدن واسوي عمرة وباقل التكاليف؟ اول شيء الرحلة طيران من مطار بغداد الى مطار المدينة المنورة، والنقل للفندق مجاني. راح نستلم غرفنا الثلاثية والرباعية ونبقى بيها يوم كامل. اليوم الاول راح نزور المسجد النبوي ومقبرة البقيع، وثاني يوم نروح الابيار علي نغتسل ونلبس الاحرام ونتوجه الى مكة المكرمة. والنقل من المدينة لمكة مجاني، وبالطريق يوزعون لنا سناكات. ومن نوصل لمكة راح نسكن بفندق اسمه كونكورد، فندق جدا حديث وراقي، وعندهم باصات بباب الفندق باي وقت تنقلنا للحرم مجانا. راح نستلم غرفنا الثلاثيه والرباعيه اللي راح نبقى بيها 9 ايام. راح نحط جنطنا بالفندق ونتوجه مباشره الى الكعبه المشرفه لاداء مناسك العمره، ويانا شيوخ 2 يأدون العمره على المذهبين. نكمل عمرتنا بخير وسلامه ونرجع للفندق ننام ونرتاح. وثالث يوم عندنا وقت حر، نروح نصلي الفرائض بالحرم او نروح نتسوق غراض للاهل، احنا بكيفنا. اما اليوم الرابع ياخذونا جوله بمزارات مكه المكرمه، جبل عرفات ومزدلفه وجبل ثور. واليوم الخامس نروح من مكه الى جده حتى نحضر لعبه ريال او برشلونه، والتذكره والنقل مجاني، وهذا كله ب6 ورقات بس. تقدر تحجز هاي الرحله هسه من شركه اجنحه الصافات للحج والعمره، وبعد ما نحضر المباراه نرجع لمكه نكمل 5 ايام. هاي الرحله بدون وجبات، وتقدر تضيف لها وجبات، بس عندك مطعم البيق بكل مكان، وعندك مطعم اول وتالي يقدم اكلات شعبيه خليجيه سعوديه. اما بجده عندك مطعم السقاله، قعداته كلش حلوه ومطله على البحر، وعنده خوش اكلات بحريه. ومن تكمل ال10 ايام نرجع لبغداد بخير وسلامه.